يلي بيتجوز أمي بقله عمي. هي من أهم القواعد المفضلة عند عقلك. تخيل معي إنك وطن، وأفكارك هي الحكومة يلي ماسكة البلد، وعقلك موظف قديم ومهم كتير، همه يضل ماشي مع الحكومة الموجودة، وإنت كل يوم بوعي أو بلا وعي عم تمرر له تعميمات. أنا مالي حظ، الناس ما بينوثق فيها، أنا ببلش بس ما بكمل، الفرص ما بتجيني. مع التكرار عقلك بيقول تمام سيدي، وصلت التوجيهات العامة للدولة، وبيبلش يشتغل بإخلاص، بيركز على كل شي، بيأكد أفكارك، وبيفسر مواقف كتير وأحداث على أساس أفكارك، وما بيعطي نفس الاهتمام للأشياء يلي بتخالفها وبتناقضها. مو لأن متآمر عليك، المسكين عم يشتغل مع الحكومة الموجودة. إذا عاجبك الوضع ممتاز، خليك عم تجدد لهالحكومة. أما إذا ما عاجبك الوضع، ما بكفي تقول بدي حياة مختلفة وإنت عم تعيد انتخاب نفس الأفكار. بلش راقب شو عم ينعاد براسك، فلتر، شكك، نظف، واسماح لأفكار جديدة تدخل المنافسة. بس انتبه، لأنها أفكار جديدة بدها سلوك يدعمها ويخليها مألوفة، وبدها قوة قلب. وقتها عقلك بيطلع من مكتبه وبيلاقي صورة الرئيس القديمة انشالت، وفي صورة جديدة معلقة على الحيط، بيطلع فيها وبيقول العمى، صار في رئيس جديد؟ طيب ما حدا خبرنا، يلا خليني اكتب خطاب تأييد على السريع. وقتها عقلك بيشتغل لصالحك بوعي، بدل ما كان عم يشتغل ضدك لأفكار قديمة وإنت مو دريان. أنا هيك، والباقي على الله.